فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي طلاب الصف الأول إعدادي. بإذن الله النهاردة يا شباب هنراجع مع بعض أول 3 دروس، لأن كده بنراجع يعتبر مراجعة الشهر الأول. الدرس الأول كان اسمه يا أستاذ بعنوان القوة والأسس، وعرفت فيه إن لو معايا 5 أس 2 الأساس 5 والأس 2، ومعناها إن الخمسة مضروبة في نفسها مرتين وقيمتها 25. أهم القواعد اللي احنا خدناها 1 2 3 خلصوا يا أستاذ؟ لا، ده لسه بعد معاك 4 و5 و6 عشان تطلع من الابتدائية وتجينا في الإعداد. أول قاعدة أخدتها إن لو قال لي 2 في 2 يا أستاذ ب4، أيوه، بس عايزك تعرف إن كمان بجمع الأسس 2 أس 5. ولو قال لك 2 أس 10 على 2 أس 7 عند القسمة نطرح الأسس 2 أس 3. ممتازين. كمان يا أستاذ أي حاجة أس صفر 3 على 5 أس صفر مثلا، أي حاجة أس صفر تكون بواحد. الأس السالب بشكل بالعدد، يعني لو معايا 4 على 5 ولكن الأس لها سالب 4، دي قيمتها هتبقى 5 على 4، الأس بتاعها 4. الأس السالب بيقلب العدد. الأس الزوجي والأس الفردي، لو أنت حضرتك كتبت 3 على 2 هنا بالسالب أس 2 سالب 3 على 2 الكل أس 3. الأس الزوجي مش عايز حد يسليه، هو تمام مكتفي بنفسه فمش عايز السالب، هيطرده. 3 أس 2 ب9، 2 أس 2 ب4. ولكن في الأس الفردي ده محتاج حاجة أساس تسليه، فالسالب أساسي معاك في الإجابة. يعني لما تلاقي أسك موجب، أس بتاعك زوجي، اعرف إن الإجابة موجبة اوتوماتيك. 3 أس 3 27، 2 أس 3 تساوي 8. قاعدة أخيرة ورد معظم المدرسين ما يذكرهاش لكن موجودة في كتاب المدرسة عند الجمع، ودي الوحيدة اللي هكتبها لك لأنه وارد مش بتتكرر عليك. عند الجمع نزود الأس 1، بس بشرط يا أستاذ، يعني 2 أس 5 زائد 2 أس 5 دي هتبقى 2 أس 6. 3 أس 7 زائد 3 أس 7 زائد 3 أس 7 دي هتبقى 3 أس 8. ايه هو الشرط يا استاذ؟ ما خدتش بالي معلش. الشرط ان الاساس يكرر بنفس رقمه، يعني هنا 2 مكرر كم مرة؟ مرتين. ممتاز. في الحالة دي عند الجمع نزود الأس 1. التلاتة مكررة 3 مرات، في الحالة دي بزود الأس 1. كده نكون انتهينا من دراسة الدرس الأول. شوف مع بعض الدرس الثاني، عقدة الملايين. الدرس الثاني كان بعنوان اول حاجه يا مستر نقول لي 5 اس 2 دي يا باشا مفيش معاها سوالف، فتبقى 25. الثانيه يا مستر ده السالب بره فالسالب يفضل سالب، و5 اس 2 ممتاز 25. دلوقتي يا مستر ده اس 2 على القوس فدي هم 2 فتبقى الاجابه بتاعتي 25. الاس السالب بيعكس الرقم وتكون يا مستر 1 على 25. أخيرا لو الأس السالب الأس ده يفضل زي ما هو، السالب يفضل زي ما هو، الأس بيعكس الرقم 1 على 25. الصيغة العلمية يا باشا، احنا دلوقتي بننشئ علماء في المنهج الجديد. ايه الصيغة العلمية؟ ايه في 10 أس إن، ايه في 10 أس إن. يا أستاذ ده الإيه دي رقم، أيوة صحيح، وعشان هي رقم فالقيمة المطلقة بتاعته أنا عايزها أكبر من أو يساوي الواحد، ولازم تكون أصغر من 10. ليه أصغر من 10؟ لأن أنا أصلا معايا 10 هنا. طب والإن يا أستاذ؟ الإن دي يا حبيبي ممكن تكون موجب ممكن تكون سالب. تعال نشوف كده مثال أولي. لو قال لك 7 مليون اكتبها لي. 7 مليون أعرف إن 7 قدامها 6 أصفار. تمام صحيح يا أستاذ، أنا عارف أصل المعلومة دي مش حاجة غريبة علينا ده. تمام يا بطل. كده دي مكتوبة بصيغة قياسية، أنا عايز أحولها علمية. هتبقى 7 في 10 أس كام؟
هنا هعد الأصفار 1 2 3 4 5 6 تصير 7 أس 6. إيه الفرق بينها يا أستاذ وما بين ال3 من 1000؟ 3 من 1000 معناها 3 على 1000، وال1000 معناه 10 أس 3. أنا عارف إن الأس السالب بيغير مكانه، يعني لو هو تحت وعايز يطلع فوق هيطلع موجب، ولو هو موجب تحت وعايز يطلع فوق هيطلع بالسالب. 3 في 10 أس سالب 3. يا أستاذ العلامة هنا اتحركت يمين، فعايز أقول لك لو هتضيف بس الجملة دي هي اللي هتفيدك. العلامة لو هتروح جهة اليمين فهتنقص الأس معاك، والعلامة لو هتروح جهة اليسار فهتزود في الأس معاك. أعتقد شرح سهل وبسيط مش محتاجة. هنشوف مع بعض الأمثلة للعمليات على الصيغة العلمية. لو جالك تحويل من الصيغة العلمية القياسية تلاقي الأمور سهلة، متقلقش. أهم حاجة تخلي بالك في العمليات. عمليات الضرب والقسمة سهلين، فأنا هديلك مثلا قسمة هيقول لك 3.6 في 10 أس 9. أنا دي عايز أقسمها على 3 في 10 أس 7. أقول له أقسم لك يا باشا، معنديش مشكلة. 3.6 بتعامل معاها مع ال3، فلما أقسمها تقسم عادي جدا وتكون 12. إني بحرك العلامة مرة وبحرك العلامة مرة، 36 على 3 12. في يا أستاذ عايز أتعامل مع ال10 دي. أيوة يا حبيبي، نفس الأساس وقسمة، وعند القسمة نطرح الأسس، ف10 أس 2. خلصت. يهمني بس أنا مش هطول عليك طبعا في الضرب، نفس الفكرة، هنضرب الرقم مع الرقم وال10 مع ال10 ونجمع الأسس ليهم. يا أستاذ أنا بس معلش بعد إذنك ثانية، ده 12 في 10 أس 2 مش على الصيغة العلمية، إزاي أحولها؟ يا بابا أنت كده عايز تحرك العلامة مرة جهة اليسار، إحنا قلنا جهة اليسار بتزود، فتبقى 1 و2 في 10 أس 3. واضح؟ الصيغة الثانية في حالة الجمع والطرح هديها لك وليكن جمع 3.6، ركز معايا، في 10 أس 9. عايز أزود عليها 12 في 10 أس 8. يا أستاذ أمشي على طول؟ قال لك لا استنى حاسب، ده أنا عشان أجمع لازم تكون ال10 والأس بتاعها شبه ال10 والأس بتاعها بالظبط تحديدا. طب يا أستاذ مش عارف، هحول ال12 او ان انا عايز احولها للصيغه العلميه في الاول. طيب انا هحرك العلامه جهه اليمين فبتزداد، فهتبقى يا استاذ شكل المساله 3.6 في 10 أس 9 زائد 1 و2 في 10 أس 9. اول ما تشوف يا حبيبي ان ال10 نفس نفس الارقام دي بتنزل واحده بس منهم. طب والاعداد يا استاذ اجمعهم او اطرحهم. يعني اساس عشان اتعامل مع الجمع طرح مستر لازم ال10 والأس شبه بعض. مظبوط. 3.6 لما تزيد عليها 1 و2 يصير الناتج 2 و8 4 و8 في 10 أس 9. يا أستاذ مش حاسسها دخلت في دماغي ليه؟ عشان كنا بنجمع الترم اللي فات 5x تربيع زائد 7x تربيع. دي يا بابا كنا لما نجمعهم لازم اقول لك الحدود المتشابهه بتجمع اللي يكون نفس الرمز ونفس الاس. كنا بنعمل ايه يا بابا؟ كنت باخد يا استاذ الرمز مره واحده وبجمع الاعداد سوا. 5 زائد 7 بتساوي 12. فعلشان كده لما تيجي تجمع او تطرح في الصيغه العلميه لازم العدد والاس يكون نفس 10 ومعاها الاس. باخدهم مره واحده وبجمع الارقام الموجوده. اتمنى اكون فدتكم ولو جزء بسيط في الصيغه العلميه او اضفت لكم حاجه ثانيه. اللي قتل الله يرحمه علي به الكبير. مين؟ ما انت يا ابني اللي قتله. والله ما انا يا استاذ. بقول لك ايه
هو مين اللي قتل علي بيه الكبير ده؟ اكيد طالب من مدرسه تانية. الثالث جذر التربيعي والجذر التكعيبي. انا بس محتاج منك الزيرو 1 2 3 4 5 6 7 8 يلا 9 10. كل الارقام ده انا محتاج يا استاذ احطها تحت الجذر التربيعي. انت لو فهمت الجزء ده خلاص، يعني انه ادخلها تحت الجذر التربيعي اني بضربها في نفسها مرتين. 2 في 2 ب 4، 3 في 3 ب 9، 4 في 4 ب 16، 5 في 5 ب 25، 6 في 6 و7 في 7 و8 في 8 ب 64، 9 في 9 ب 81، 10 في 10 ب 100 بليز. الجذر التكعيبي نفس الفكرة، عايزك تدخل لي الزيرو 1 2 3 4 5 6 7 8 وادي 9 10. بسم الله. طبعا فكرة التربيعي اني بضرب العدد في نفسه مرتان، فكرة التكعيبي بضرب العدد في نفسه 3 مرات. الرقم ال36 ده عبارة عن 6 في 6، وعرفنا الجذر في روحه بتطلع روحه 6 واحدة. عرفت ان الجذر التربيعي ما ينفعش تحته سالب ابدا، بيزعل. اما ينفع قدامي يا استاذ موجب وسالب 100، موجب وسالب تطلع موجب وسالب 10. الجذر التكعيبي قال لك انا راجل مسالم، تحط تحت موجب يطلع موجب، تخليه سالب يطلع سالب، ماليش دعوه. الجذر التربيعي قال لك مجموع العددان اللي تحتي بيساوي صفر. يعني لو قال لي اكس تربيع بتساوي 25، ده فيها عدد لو ربعته يديني 25، اقول له 5، يقول لك حاسب معاك كمان سالب 5. ان التربيعي ده اس زوجي وبياكل السالب، فالجذران هم مرة موجب ومرة سالب، وعارف ان لو جمعتهم هيدينا صفر. نروح للجذر التكعيبي، هضرب الصفر في نفسه 3 مرات، 2 في نفسها 3 مرات، يا نهار ابيض، 4 في نفسها 3 مرات، والخمسة ب 125، والستة ب 216، والسبعة ب 343، والثمانية ب 512، والتسعة ب 729، والعشرة ب 1000. الناس المركزة طبعا بتقول لي مثلا انت نسيت حضرتك تكتب علامة الجذر التكعيب التكعيب التكعيب. ركز في الجزء ده، الموضوع اسهل مما يكون. انا مش معايا آلة يا استاذ، مفيش فكرة مثلا يعني تمشي بها الدنيا معايا مستر والدنيا صلي على رسول الله. لازم تدفع 0 0 الواحد 1 التمانية 2 27 3، حاجات كلها سهلة. ال 64 احدها 4 يبقى جذرها 4. 125 احدها 5 جذرها 5. 216 جذرها 6، الاحاد بتاعتهم شبهها. التسعة الأحد بتاعتها 9 خلاص طلعت. نيجي بقى للسبعة والثمانية. الثمانية 512. هجمع كل الأعداد دي، 2 والواحد والخمسة اديني الثمانية. 7 تجمع أي 2 جنب بعض فهتدي لك 7. خلصنا، انتهى الدرس. ناخد بس مسألتين 3 كده. يعني لو قال لك مثلا جذر التكعيبي لل 64 ناقص الجذر التكعيبي ل 729، هتقول له ده ب8 وده ب9 تطلع بسالب 1 مثلا. لو قال لك الجذر التكعيبي لل1000 بيساوي جذر التربيع الكام، اصلا قيمتها 10. ال10 يا استاذ لو عايز احطها تحت التربيع بضربها في نفسها مرتين تبقى 100. ورد يقول لك موجب وسالب جذر تربيعي 4 6 1. ارفع الكسر اولا، موجب وسالب وادي الاربعة. 4 في 6 ب 24 1 25، تبقى موجب وسالب 5 على الاثنين. يا استاذ لو قال لي مجموع الجذرين التربيعيين لاي حاجة في الدنيا دي بتساوي 0. لو قال لي الجذران التربيعيان احدهما نقط للاخر فهتقول له معكوس جمعي. يا مستر يعني لو قال لي جذر التربيعي للاكس اس 10 بيساوي جذر تكعيبي الاكس اس كام، او جابها لي ان او جابها لي سبيس، بعمل ايه اصلا؟ هنا بتقسم الاس على الدليل، دي هنا 2 10 على 2، فدي هتطلع اصلا 10 اس اكس اس 5. طب الاكس اس 5 لو عايز تحطها هنا بضربها في نفسها 3 مرات.
اكس أس 5 في اكس أس 5 في اكس أس 5. الاكس على فكرة بتكتب بالصياغة كده فيها لوحة عشان تميزها من الفي. فعند الضرب بجمع الأسس تبقى اكس أس 15. واضح؟ الحاجات دي سهلة وبسيطة يا شباب. أتمنى لكم كل التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.